مداهم وشاكر ملوك اللايفات. مساء الفل على كل اخواتي. يا جماعه الناس كانت وشي ما بتدوسوش لايك واشتراك ليه في القناه؟ النهارده جايين نكشف لكم اغرب واسرع رحلات الصعود على السوشيال ميديا. رحله 2 مصريين قدروا يحولوا لايفات التيك توك الى ملايين، وكمان شهره فاقت كل التوقعات. خليك انت قاعد كده. نتكلم عن الظابط مداهم اللي ماسك كتيبه الثلاث سبعات. نتكلم عن الظابط شاكر باشا التيك توك. لا والله تعالوا نتكلم بجد. واحد ظابط ساب شغله عشان يبقى مليونير من التيك توك، والتاني اساس الامبراطوريه بتاعته هي الجيمنج. طب ازاي وصلوا للقمه دي وايه حقيقه الفلوس اللي بتنزل عليهم في اللايفات؟ اكيد كتير منكم عارف ان شاكر كان ظابط شرطه، بس ازاي يسيب الوظيفه الحكوميه المرموقه دي ويتحول لتيك توكر ويغامر على التيك توك؟ ازاي بنى القاعده الجماهيريه الكبيره دي؟ شاكر قدر في فتره قصيره جدا يكون من اشهر نجوم التيك توك في الوطن العربي. ده زائد ان انا مش هبقى بأفور لو قلت لك ان اللايفات بتاعته بجد مصنع فلوس. ولو على لسان شاكر نفسه فهو بيقول لك انه بيقدر يدخل 1,000,000 جنيه في اللايف الواحد. ده صعبان عليا قوي. وده طبعا غير الهدايا اللي بتتباع بملايين في خلال دقايق. ده زائد طبعا ان في كتير مننا شاف في الفيديوهات الهدايا اللي بتوصل له لحد البيت زي العربيات والساعات الغاليه. ده غير بقى ان هو قدر يحقق رقم قياسي ما حصلش قبل كده. حد يقول لي يا عم باجوري هو حقق رقم قياسي في ايه؟ انا هقول لك يا قلب اخوك. صورته اتحطت في مطار انجلترا وفي اكبر ميادين لندن. ده اول تيك توكر عربي يوصل للمرحله دي. بس هرجع اقول لك شهاده لله، هو مش مجرد شخص بيجمع فلوس وشهره. شاكر معروف انه محترم ودايما بيساعد الناس وبيدور على الخير، وكتير بنشوفه بيزور دور المسنين وبيدخل الفرحه لقلوبهم. بصراحه ده خلاه يكسب قلب باجوري وخلاه يكسب قلوب ملايين كتير من الناس. وننقل بقى على البطل التاني، اقدم واحد كان بيفتح لايفات على التيك توك، اخويا مداهم. محمد خالد شاب مصري اصيل من سوهاج، لكن نشأته كانت في شبرا الخيمة. الجميل هنا ان مداهم ما بدأش كلايف ستار زي شاكر، هو بدأ كجيمنج. انا مش عارف بقول جيمنج ليه ولا بكيمنج ليه، مش فاهم. والصراحه هو كان بيعمل لايفات للعبه ببجي وكان عنده قاعده جماهيريه كبيره، بس هو الصراحه قدر يحول شغفه من الجيمنج لشهره اوسع. أسس كتيبة الثلاث سبعات، وده مش مجرد رقم، ده مستوحى من الجيش المصري بتاعنا الأصيل. ده بيعكس بقى حب مداهم لوطنه والانتماء اللي بيتميز بيه. وشهادة لله الكتيبة دي تعتبر من أقوى الكتايب على التيك توك، ليها تأثير كبير في كل اللايفات اللي بيفتحها مداهم. وهتلاقي دايما مداهم بيتكلم على بدايته الصعبة والتحديات اللي كان بيقابلها، وهو برضو اللي قرر إنه يبقى ليه بصمة مختلفة. فما تقعدش تقلب بقى أي حد وخلاص. لكن الشبه اللي بينه وبين شاكر إن هما الاتنين بيحبوا يعملوا خير وبيحبوا يساعدوا الناس. وكتير منكم بيشوف مداهم وشاكر في لايفات مشتركة كتير. انا الصراحة ما شفتش، بس انت لو شفت بقول لي حقيقة المعلومة دي. وطبعا بنشوف قد ايه هما بيبقوا اخوات واصحاب مش مجرد زملاء في مجال التيك توك، والعلاقة دايما بينهم قوية وبيساندوا بعض في اللايفات وفي التحديات. بس اللي انا شفته بقى بعناية ان حتى لما بتطلع اشاعات ان في بينهم مشاكل، هما الاتنين بيطلعوا ينفوها وبيأكدوا دعمهم لبعض. لكن مش كل حاجة وردي طبعا. لكن مع الشهرة الكبيرة دي دايما بتظهر تساؤلات عن مصدر الفلوس الضخمة اللي ايه يا ترى كلها عبارة عن الهدايا بس ولا في مصادر تانية؟ يا ريت اللي يعرف يقول لنا في الكومنتات. لكن بعيد عن التساؤلات اللي دايما بتيجي في دماغنا، هم اثبتوا ان هم قدوة لناس كتير. وفي النهاية رحلة مداهم وشاكر بتورينا قد ايه ان السوشيال ميديا والتيك توك بالتحديد ممكن يغيروا حياة شخص في غمضة عين. وطبعا سواء اتفقت او اختلفت معاهم، هم قدروا يثبتوا ان مجال اللايفات فيه شهرة وفلوس. ويا ترى ايه رأيكم في مسيرة مداهم وشاكر؟ هل انتوا شايفين ان هم يستاهلوا كل الفلوس والشهرة دي؟ انا بقى مش عايز شهرة ولا فلوس، انا عايزك تعمل اشتراك ولايك وشير عشان الفيديو ده يوصل لكل اخواتك.